مع انتهاء مشوار الأوروغواي في كأس العالم، نشر النجم الأوروغواياني لويس سواريز منشورا على صفحته في فيسبوك معلقا: توديع كأس عالم كهذه يؤلم كثيرا، لكن نحن مرتاحو البال لأننا قدمنا كل شيء من أجل بلدنا، فخور بأنني أوروغواياني، شكرا لكل الأوروغوايانيين الذين يشجعوننا من كل أنحاء العالم. وانتشر فيديو يظهر فيه لويس سواريز وهو يبكي عقب الفشل في تجاوز دور المجموعات. لنتابع جانبا من ذلك مع بعض. أما أدينسون كافاني فقد عبر عن غضبه بمغادرة كأس العالم بضربه لشاشة الفار، وهو ما سنتابعه من خلال هذا الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أما هذه التغريدة لصفحة بليتشر على تويتر فاختارت صورتين، واحدة للويس سواريز وأخرى لهيونغ مين سون وهما يبكيان، وعلقت: دموع مختلفة. دائما مع أجواء التأهل إلى ثمن النهائي، حيث نشر النجم الكوري الجنوبي هيونغ مين سون صورا احتفالية من فوز كوريا الجنوبية وتأهلها إلى دور ال16، وعلق: لم نستسلم وأنتم آمنتم بنا، نحب كوريا. الآن نتابع مع حساب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا على إنستغرام، حيث نشر رسالة مؤثرة وجهها إلى متابعيه وزملائه، قال فيها: بعد مرور يوم الإقصاء من كأس العالم ما زال يؤلم، أريد أن أشكر كل زملائي وتحديدا روبرتو مارتينيز على الأوقات التي قضيناها معا. نحن نعتذر لجميع المشجعين الذين يدعموننا دائما، يمكننا أن نعدكم فقط أننا سنبذل مزيدا من الجهود لنحاول مجددا. في منشور له على صفحته في انستغرام حصد نحو 7 ملايين إعجاب، عبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كاتبا عن فرحه كاتبا: المنتخب حقق أول هدفين له، تأهل وتصدر المجموعة، لكن هناك المزيد من العمل. وأضاف الدون: هيا يا برتغال. دائما مع أجواء كأس العالم فيفا قطر 2022، حيث نشر حساب باسم عالم كريستيانو صورة لوالدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على تويتر، وعلق عليها: والدة الأسطورة كريستيانو في طريقها إلى قطر لدعم الفريق. انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي نشره الحساب الرسمي للمنتخب البرازيلي لمغادرة اللاعبين مقر إقامتهم متجهين إلى استاد لوسيل مسرح المواجهة أمام الكاميرون في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة السابعة، حيث تظهر في مقطع الفيديو التميمة الخاصة بالمنتخب البرازيلي وهي تودع اللاعبين قبل ركوب الحافلة الخاصة بالمنتخب البرازيلي. دعونا نشاهد ذلك مع بعض. Pra fazer curso normal, meu classicão. Chego tarde, não acabou de acabar.
بعد تسجيله هدفا في شباك منتخب البرازيل في الدقائق الأخيرة من اللقاء، احتفل اللاعب الكاميروني فانسان أبو بكر على طريقته، وهذا الهدف أشعل منصات التواصل وأصبح ترند. فعلق حساب فيفا كأس العالم على طريقة ميسي ورونالدو، هنا فانسان أبو بكر. حساب آخر باسم يعقوب غرد كاتبا: فانسان أبو بكر عن البرازيل، منتخب البرازيل لا نخشاه. أبو بكر يسجل هدف انتصار الكاميرون التاريخي على البرازيل. الرجال يعون ما يقولون. وحساب EPL World المتخصص في الكرة الإنجليزية نشر صورة للاعب وعلق عليها: للتاريخ يا أبو بكر. نتابع مع إيرفي رونار مدرب المنتخب السعودي الذي غرد عبر حسابه في تويتر: لقد بذلنا قصارى جهدنا خلال كأس العالم بكثير من المشاعر، شكر خاص للجماهير التي حضرت إلى الدوحة لمساندتنا ولكل شعب المملكة العربية السعودية على دعمه. كل هذه اللحظات الرائعة ستبقى في ذاكرتي. ننتقل إلى حساب الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الذي نشر صورة للاعبي المنتخب الفرنسي بقمصان الأندية التي بدأوا فيها مشاويرهم الكروية، في بادرة للتأكيد على أن كل لاعب لا ينسى من أين أتى. صورة هي بمثابة تعبير عن الامتنان لأندية الهواة التي تعتبر مهد لاعبي منتخب الديوك. الحالة الصحية لأسطورة كرة القدم العالمية البرازيلي بيليه ساءت بعدما أصبح جسمه لا يستجيب للعلاج الكيميائي في ظل علاجه من مرض سرطان الأمعاء. وبحسب الصحف البرازيلية تم نقل بيليه إلى قسم الرعاية التلطيفية، وهو المكان الذي ينقل إليه المرضى الذين يعانون من أمراض وحالات ميؤوس منها. وكان بيليه سبق وطمأن جماهيره وعشاقه على صحته، كما شكر دولة قطر على توجيه تحية خاصة له بوضع صورته على أحد الأبراج في مدينة لوسيل. ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم على تويتر مقطع فيديو لتشكيلات ضوئية أقيمت في سماء العاصمة القطرية الدوحة دعما للأسطورة بيليه، مع عبارة: نتمنى لك الشفاء العاجل. لنشاهد ذلك مع بعض. ما زال تأهل منتخب المغرب إلى ثمن النهائي رائجا على منصات التواصل الاجتماعي. حساب باسم حسام شربية نشر على تويتر: فخر العرب الحقيقي رجال أن تتأهلوا من مجموعة فيها كرواتيا وبلجيكا، أي ثاني وثالث النسخة السابقة، شيء عظيم. أما أن تتأهل وأنت متصدرا فهو أمر أسطوري لا يفعله إلا المغرب. كل الدعم معكم ضد إسبانيا لأنكم رجال، وأملنا أن تذهبوا بعيدا ديما مغرب. حساب آخر باسم عبد الرحيم الودادي نشر صورا لمشجعي المغرب من الملاعب وعلق: صباح الخير، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، نهاية أسبوع موفقة للجميع. وبالحديث عن المغرب وتأهله إلى ثمن النهائي، نشارك معكم مقطع فيديو لاحتفالات الجمهور المغربي في مدينة طنجة. لنتابع.
الكرة السعودي هو نجم كأس العالم 2022، فقد ترك بصمة عالمية من خلال الأجواء التي صنعها في كل أنحاء الدوحة. إليكم هذا الفيديو لطفل يغني ميسي وينا، نشره حساب باسم محمد سليمان العنقري على تويتر. لنتابع. ميسي جايو، ميسي جايو، ميسي جايو، جايو، ميسي جايو، ميسي جايو، ميسي جايو. مرحبا بك في قناة كورة بالعربية. شكرا لك على مشاهدة الفيديو، ولمشاهدة تحليلات جميع المباريات الفرق والمنتخبات العربية اشترك في قناة كورة بالعربية ليصلك الجديد دائما، ولا تنسى الضغط على زر لايك.